هذا الكتاب أعجبني وأريد مشاركة أفكاره معكم، وهو كتاب نادر وجميل جدا، طبع عام 94,900 من تأليف عبد الرحمن عبد الحميد البر. بصراحة كأنه صدر اليوم، يتكلم عن مشاكل الأمة وحلول هذه المشاكل، وقسم هذا الكتاب إلى نقطتين عارضتين: عوامل الهدم في المجتمع الإسلامي وعوامل البناء. ثم قسم الفصل الأول إلى قسمين: عوامل داخلية وعوامل خارجية. بالنسبة لعوامل البناء، في الفيديو المقبل إن شاء الله على بركة الله نرحب أولا بضيوفي الشرف الخمس، والخمسة الآخرون أو الآخرين في الفيديو المقبل إن شاء الله، كل فيديو إن شاء الله بضيوفه. من أول العوامل الهدم في المجتمع الإسلامي هو إسناد الأمر لغير أهله. إن سقوط الأمم وهلاك المجتمعات يبدأ حين تعطى المسؤولية لغير أهلها، وترضى الأمة بتقديم الفاسدين وعديم الخبرة والتجربة والمعرفة لتلك المكانة والقيادة، وبالتالي سقوط الأمة في المحظور وهلاك المجتمعات. أما النقطة الثانية: غياب العدل والدعوة إليه، حيث قال الكاتب: العدل أساس الملك. وهذه حقيقة اجتماعية معروفة. وهنا تذكر مقولة ابن خلدون رحمه الله، قال: إن أسباب سقوط الدول التفريط بالعدل. وفي نظري ليس بالضرورة السقوط هنا هو سقوط النظام مثلا كما صار مع اليمن أو ليبيا وغيرها، إنما السقوط اجتماعيا واقتصاديا وفي كل المجالات. يعني الدولة تصبح أمام الجميع يعني مدلولة. وفي المقابل قال أبو الحسن الخزرجي: الملك مع العدل والكفر يدوم، والملك مع الإسلام والظلم لا يدوم. النقطة الثالثة: غياب النصح وإهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدكتور عبد الرحمن البر قال: إن الأمة التي يعيش لكل فرد فيها لنفسه، ولا يسدد الآخرين، ولا يقوم بعيوبهم، ولا يدعو من التي هي أحسن للتي هي أحسن، ولا تأخذه الشفقة على بني مجتمعه ودينه، متصورا أنه ليس مسؤولا إلا عن نفسه، هذه الأمة يسرع لها الفناء. أما النقطة الرابعة هو الطرف المفسد. في رأيي هو الريع الذي نراه الآن في بلادنا بأموال الشعب الذي تتمتع به فئة من المجتمع. لابد أن يكون في مقابله حرمان لفئات أخرى، وغالبا ما تكون الفئة المستهدفة أو المترفة هي نفسها الفئة المسيطرة، ومن ثم تبدأ سقوط المجتمعات. يقول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والنقطة الخامسة والأخيرة لعوامل الهدم هي التفسخ الأخلاقي. إن المجتمع الإسلامي لا يمكن أن يحفظ وحدته من التفكك ما لم يكن التزامه الأخلاقي واضحا. قال الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. باختصار، أما الفصل الثاني الذي يتحدث عن العوامل الخارجية التي تسبب يعني في هدم المجتمع الإسلامي، وهنا نقصد بها التي أتت من الخارج، وأول وسيلتين يحملين نفس السم ونفس المعنى: الاستشراق، وهي عبارة عن دراسات غربية للمجتمع الإسلامي في لغته وأدبه وتاريخه وحضارته وعقائده، بهدف الهيمنة والسيطرة والتبشير. له نقطة أخرى وهي تغيير معتقدات المسلمين. بعد الاستشراق والتبشير يأتي الاستعمار. هذا الأخير عارف أن هناك قوة خفية، وهي قوة ربانية في نفوس المسلمين، يعني مبادئ التوحيد والعدل والوحدة والإخاء والمحبة والمساواة. والحل هو الاستعمار من أجل السيطرة على ثروات المجتمع الإسلامي. والنقطة الرابعة: الصهيونية العالمية. ومن أهم الأمور التي لعبت للأسف فيه دورا كبيرا هو إقامة دولة إسرائيل في قلب المجتمع الإسلامي، وكذلك إنشاء منظمات سرية وتصدير المخدرات والإيدز إلى العالم الإسلامي. أما الماسونية هي روح، يعني روح يهودية في معتقداتها، ولها نفس المثل واللغة والتنظيم، وهي التي تنير طريق ذلك الكيان. ومن أهم وسائلهم لهدم الأمم محاربة الدين والمتدينين، ومحاربة المسؤولين والمواطنين المخلصين، والسيطرة على الشباب، والسيطرة على المرأة وتوجيهها للإفساد. والنقطة الأخيرة: العلمانية، وهي محاولة فصل الدين عن الحياة، وصرف الناس عن الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالحياة الدنيا فقط. وبذلك قد لخصنا النقطة الكبرى: عوامل الهدم
في المجتمع الإسلامي. والفيديو المقبل سوف نتطرق إلى الحلول لبناء الأمة. تحياتي وشكرا لكم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.